الستات دول حاجة جميلة ومذهلة واستثنائية، قادرين يوفقوا بين 7 أو 9 حاجات ويمكن أكتر في نفس الوقت وبسهولة كمان. بتعرف توفق ما بين الشغل والأطفال والزوج والبيت، لكن المشكلة إنك بعد ما توهبي نفسك للحاجات دي كلها إيه اللي هيتبقالك؟ اتعملت دراسة علشان يوصلوا لأهم الضغوطات اللي بتحس بيها الستات في حياتها، ومن أكتر الحاجات اللي كانت متكررة هما الأطفال وضيق الوقت والراجل اللي في حياتها. وحوالي 72% منهم ما كانش عندهم توتر من الشغل أو أعمال البيت أو الأمور المالية، وده اللي مخليكي مخلوق جميل قادرة تاخدي بالك من اللي حواليكي وتستثمري في حياتهم، لكن مش بتدي نفسك حقها الكافي من التقدير. على أي حال انت محتاجة تدي لنفسك وقت، يبقى وقتك الخاص بيكي لوحدك، علشان تقدري تحطي حد للتوتر قبل ما يسبقك ويحط هو الحد ده. هديكي دفعة من الطاقة اللي هتأكدلك ان كل اللي بتعمليه يستحق التعب حتى لو كان من غير مقابل. أتمنى تتشجعي وتعيدي ترتيب أولوياتك وتاخدي الخيارات الصحيحة الكفيلة إنها تحط حد للتوتر في حياتك. انتي تستحقي ده دونا عن جميع الناس. تفتكري التوتر ده بسبب الضغط ولا الضغط هو اللي بيجي نتيجة للتوتر؟ الكاتب هنا بيشوف ان التوتر اللي احنا فيه بسبب الضغط والحالات الطارئة اللي بنتعرض لها وتفاصيل الحياة اليومية. بيشبه الحياة بحل الضغط، فلو كنتي هادية أو متوترة فده معتمد على أسلوبك في التعامل مع الضغط ده. خلونا ندي مثال على من الأمهات اللي بتتعامل مع الضغوط بطريقة غلط، هنسميها كاتي. كاتي عندها 34 سنة، ربة منزل وعندها 4 أطفال ما بين 3 ل 12 سنة. زوجها مشغول جدا في شغله بصفته محاسب بيحاول يتسلق سلم النجاح في شركة كبيرة، وبالنسبة له إن مسؤوليات الأبوة والأمومة بتقع كلها على كاتي، ومعتمد عليها اعتماد كامل بكل الإجراءات اللي تخص تربية الأطفال، وفوق ده كله بيبقى مستني منها الاهتمام، ومعتمد عليها للإجابة عن الأسئلة اللي بيقولها وهو متعصب: أنا قميصي فين وجزمتي فين، ولازم أكون في المكتب خلال نص ساعة. وبعد كده بيقعد مع أصحابه يشتكي من ساعات عمله الطويلة المتعبة والتضحية اللي بيعملها علشان الأسرة. إزاي كاتي بتتصرف مع السيناريو ده؟ بتقف مكتفة إيديها بتحاول تحافظ على الوضع اللي بيدفعها كل يوم للجنون. اتشوهت صورة فارس أحلامها، وعلى مدار 13 سنة زواج زوجها محضرش اجتماع الآباء غير مرة واحدة، ما راحش معاها لدكتور الأطفال ولا مرة، لحد ما اعترفت شخصيا إنها فقدت السيطرة، لأنها فضلت فترة طويلة تحت ضغوطات هايلة من أطفالها اللي مش منضبطين، والزوج الغير متعاون اللي فاكر إن شغله المتعب في المكتب بيبرر إنه لما يرجع لازم الكل يكون هادي علشان يرتاح، والوقت اللي بيقضيه مع الأطفال قليل جدا، وبعد ما يرتاح وينام ساعتين يتوقع إنه لما يقوم يلاقي اهتمام وأكل حلو والبيت نظيف. وللأسف هما الاتنين فاكرين إن وظيفته ونجاحه ومكانته ومرتبه اللي بيزيد هما أهم حاجة في الحياة، وللأسف ده حال معظم الأمهات اللي بتجيب آخرها لحد ما يعانوا من أمراض جسدية جنب مشكلاتهم العاطفية، زي الإحساس بالذنب والغضب والإحباط. والتوتر بيظهر في تسارع ضربات القلب والقولون والضغط والصداع النصفي، وده اللي بتعاني منه كاتي بشكل دوري. خلونا نتعرف على أسباب التوتر في حياة أي أم. الأطفال هم مصدر التوتر رقم 1، لأن مشاكلهم كتير، من وهم لسه أطفال لما بيصرخوا طول الليل ومفيش حاجة بتهديهم لحد سن المراهقة ومشاكله. فمصادر التوتر بتختلف لكن مش بتقل. تاني سبب هو الوقت. ضيق الوقت بالنسبة لمعظم الأمهات بيعمل لهم ضغط وتوتر شديد، خصوصا لو بتشتغل، وحتى لو مش بتشتغل فمهام البيت والأكل والتنظيف والولاد والزوج كافية جدا تحسسها بالتوتر في معارك الحياة اليومية اللي مش بتخلص. وتالت سبب للتوتر هم الأزواج بأكتر من طريقة، منها الخلافات في طريقة تربية الأطفال وطريقة صرف المال، والزوج اللي بيسيب للأم اتخاذ القرارات المهمة، وقلة التواصل وعدم المساعدة في تربية الأطفال وقلة التقدير. رابع سبب هو الرغبة في الحصول على كل شيء، لأن طبيعتنا البشرية بتخلينا عايزين أكتر من اللي عندنا. في ناس بغض النظر عن مقدار
مقدار الحاجة اللي معاهم، فهم دايما شايفينها غير كافية. لكن كل حاجة ليها تمن، وتمن الموضوع ده طبعا هو التوتر. صعب نحدد الأسباب المالية لمعاناة كتير من الأسر، لكن احنا بقينا في مشكلة حقيقية وصراع مستمر مع العيشة في مجتمع استهلاكي بيغرينا كل يوم بالإعلانات، وبما إننا عايزين كل حاجة فبيزيد التوتر. ومهما كان سبب عمل المرأة فهي بترجع للبيت من وظيفتها وتبدأ وظيفة تانية، فكتير منهم مضطرين يشتغلوا شغلانتين، واحدة في المكتب والتانية في المطبخ ومع الغسيل. خامس سبب هو الوظيفة. برغم كمية الأعمال المنزلية اللي حرفيا مش بتخلص، خصوصا في وجود أطفال، بيكون توتر بعض ربات المنزل لما تشوف أم تانية بتشتغل ومحافظة على جسمها وشكلها وبيتها، لكن انتي مش شايفة بيتها وطريقة معاملتها مع أطفالها عامل ازاي جوه الصورة المثالية اللي انتي شايفاها من بره. ففي بعض الناس فاكرة انك لازم تكوني امرأة عاملة بوظيفة حقيقية علشان تكوني ناجحة في حياتك، لكن اللي مش فاهمينه ان كونك ربة منزل هي مهنة بتضطر كتير من الامهات اهمالها علشان تواكب العصر وتنضم لسوق العمل. قبل ما اقولك تقللي التوتر ازاي، لازم تكوني عارفة ان التوتر اكيد هيقابلك في طريق حياتك في وقت من الاوقات. هو ساعات بيبقى مفيد وبيحميكي من حاجات كتير، لكن علشان تتخلصي من التوتر الضار الزيادة عن اللزوم فانت محتاجة تعملي توازن في حياتك. توازن يعني تعملي حالة من الاستقرار ما بين الأفكار اللي في عقلك ونفسيتك وإحساسك. تعالوا دلوقتي نحط خطة ممتعة للتغلب على التوتر. لازم تعملي توازن ما بين الراحة والعمل والهدوء. أول وأهم نقطة إنك تاخدي القسط الكافي من الراحة. الكل بيتكلم عن الموضوع ده على إنك تاخدي كمية كافية من النوم، لكن مفهوم الراحة مختلف. فالراحة ممكن تحصل من تصرف بسيط بتعمليه زي التأمل، أو تجربي تعملي حاجة جديدة، أو طبخة جديدة ممتعة، أو ممكن يحصل بإنك تتمشي شوية أو تكلمي صاحبتك القريبة. المهم إنك تكوني مرتاحة وهادية ومطمنة. تاني حاجة، ما تتعبيش في محاولة تحسين صورتك الذاتية قدام الناس. اسألي نفسك سؤال: إيه اللي مخليني أشتغل الشغل ده؟ أو إيه اللي مخليني مكملة المسيرة المهنية دي في حد ذاتها؟ ولازم يكون عندك سبب واضح وصريح ومهم وملح يخليكي تكملي. اختاري أولوياتك، ما تنغمسيش في المجتمع المادي الاستهلاكي اللي أهم حاجة عنده هو امتلاك المال والأشياء. مش لازم علشان تكوني ناجحة إنك تسمحي للشغل يكون سبب في كتير من التوتر المدمر اللي انت فيه. لو عايزة تكملي خليكي حريصة إنك تخصصي وقت لراحتك. تالت حاجة، خططي لوقت فراغك أو وقت راحتك. حددي الحاجات اللي بتحبي تعمليها والتزمي بالخطة دي. ما تسمحيش للضغوط أو أي قوة خارجية تتدخل وتبوظ خططك لنفسك. رابع حاجة، دوري على هواية أو أي حاجة مستمرة تديكي نوع من أنواع الراحة. ولو كان عندك هواية بتاخد كتير من وقتك وطاقتك فهي في الحقيقة مش هواية، اتخلصي منها فورا. وهنا برشح التلوين لأنه بيقلل كتير من التوتر وبيصفي الذهن. رقم 5، اتعلمي تقبلي نفسك حتى لو عندك عيوب، فما فيش شخصية مثالية. رقم 6، اتحكمي في كمية الأخبار الوحشة اللي بتشوفيها كل يوم لأنها بتأثر فينا من غير ما نحس. 7، ما تفضليش مصرة إنك على حق طول الوقت. أحيانا الاستسلام والوصول لحل وسط بيخفف من عليك كتير من التعب والإرهاق. رقم 8، استفيدي من مواردك الروحية. ابدأي يومك بالصلاة، خليكي واثقة في ربنا وخليه جزء حقيقي من حياتك. الضغوطات هتستمر، لكنك في الحالة دي هتكوني قادرة تتعاملي معاها بقوة تفوق توقعاتك. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.